لا تظن أنك إذا قتلت أخاك المسلم أنك ستعد في الشهداء أو ستعد في الأبطال الشجعان. مسكين من غرك، مسكين من أعطاك السلاح وعبأك أنك إذا قتلت فأنت شهيد، وأنك إذا قتلت فأنت مع حمزة. لا لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه يوم القيامة فرضا ولا نفلا. فالرسول يقول من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله أي فرح بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويأتي بعض الناس يقول لا بل أنت شهيد وأنت مع حمزة. يا سبحان الله. وإن من أعظم الأخطاء ومن أعظم الأمور المنكرة أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم باسم الجهاد وباسم الشهادة، تجده يريد أن يقتل أو يقتل. قال إن قتلتموني أنا شهيد، وأنت إذا قتلت أخاك المسلم في النار، ما الشهيد إلا أنت. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ تقتل أخاك المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجل أنك تريد أن تصعد وتريد أن تتوظف وتريد أن تنجح. يا سبحان الله. أما الآن أصبحنا نصرح، يقول لك يقتل حتى 100,000، يقتل 100,000 شهداء وما أدرك أنهم شهداء. بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب لا يقال فلان شهيد. هذا حرام أن نقول هذا شهيد وهذا شهيد. معناه عندما تتقاتل مع أخيك أنت شهيد. طيب ولو قتل أخوك المسلم إلى النار ما يجوز هذا. وإنما الواجب في من يقتل في الفتنة أن نقول نسأل الله أن يرحمهم، ندعو لهم بالرحمة كسائر المسلمين. أما أن نقول هؤلاء شهداء فهذا منكر من القول وزورا. فمعناه كأننا أصبحنا بوابين على باب الجنة، ندخل إليها من شئنا ونخرج منها من شئنا.